ازاي تعمل محضر في مباحث الانترنت؟ السؤال ده اتكرر كتير جدا، خصوصا بعد ما نزلت الفيديو بتاع الابتزاز الالكتروني وعقوبة ان انت تاخد صورة حد وتحطها على فيديو جنسي او تبدأ تبتزه بيها. خلينا نركز جدا يا جماعة في الفيديو ده ونشيره على اكبر نطاق علشان اكبر قدر من الناس تستفيد. طيب، اول حاجة حضرتك بتاخد السكرينات بتاعة الابتزاز، سواء كنت ولد او بنت، يعني بنت حد بيبتزها بصورها، او راجل حد بيبتزه عشان يبعت له فلوس او بيشتمه، او ايا كان نوع الحاجة اللي بتحصل معاه. وبعد كده بيروح على مباحث الانترنت في مديرية الامن التابع ليها. يعني انا مثلا من الجيزة هروح مديرية امن الجيزة، من القاهرة هروح مديرية امن القاهرة، او هروح مباحث الانترنت في العباسية. من المنوفية هروح مديرية الامن، من كفر الشيخ هروح مديرية امن كفر الشيخ، سوهاج اروح مديريه امن سوهاج. اي محافظه حضرتك بتروح مديريه الامن التابع ليها المحافظه بتاعتك، وبتبدا تاخد معاك السكرينات دي، وتاخد معاك الحساب اللي انت اتهددت عليه اللي هو الواتساب او الفيسبوك او ايا كان. وبعد كده بتروح تقدم الحاجات دي في فلاشه لضابط المباحث اللي هناك، وبعد كده بيبدا يتخذ الاجراءات القانونيه اللي هي بدايتها ان هو بيفتح الواتساب او الفيسبوك بتاعك علشان ياخد منه شويه بيانات بمعرفته، ويبدا يشتغل على القضيه. بعد كده حضرتك بعد ما تعمل المحضر بتاعك بتاخد رقم احوال وتبدا تتابع في النيابه لحد ما تتحول القضيه للمحكمه الاقتصاديه المختصه. وبعد كده بيعرفوا يجيبوا الشخص اللي بيعمل كده عن طريق الاي بيهات او ارقام التليفونات بتاعته من المشغلات الاربعه، سواء اتصالات او فودافون او اورنج او وي. وبعد كده بيجي ياخد العقوبه بتاعته. ويا ريت يا جماعه نشير الفيديو ده علشان الناس كتير جدا بتسال على الموضوع ده علشان يعرفوا يتصرفوا ازاي. فولو ولايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.